ازيكم عاملين ايه؟ مع انتشار القلاية الهوائية في المطبخ الحديث وظهور انواع مختلفة، وكل نوع فيهم ليه موديلات مختلفة، ومعظمهم زي بعض في الاداء والكفاءة، وفي منهم الغالي والرخيص والكبير والصغير، واللي خامتهم عالية واللي خامتهم اقل. اصبح الاختيار بينهم فعلا يحير. هرشح لكم الانواع المميزة لهذا العام، وهنقسم الانواع الى 3 فئات: فئات عالية الجودة وسعرها غالي، وفئات متوسطة الجودة ولكن سعرها متوسط، وفئات أقل حاجة في الجودة والسعر. تعالوا نبدأ بأعلى فئة: قلاية فيليبس الدبل اكس ال بجميع موديلاتها، موديل 9860 وموديل 9650 وموديل 9630. التلاتة زي بعض في المواصفات اللي هنقولها دلوقتي. تأتي بسعة 1400 جرام، وحجم 7.3 لتر، تكفي 5 أو 6 أشخاص، والوات ليها 2200 واط. أهم مميزاتها ميزة فصل وإزالة الدهون بنسبة تصل إلى 90%، سريعة جدا، أسرع ب1.5 مرة مقارنة بالفرن. فيها ميزة التسخين الفوري، يعني ما بتحتاجيش تسخني القلاية فاضية قبلها. تنظيفها سهل جدا، والشبكة بتاعتها بتتفك عن بعض مما يسهل تنظيفها، وبها طبقة تمنع التصاق الطعام بها. يمكن غسل أجزاء القلاية في غسالة الصحون بأمان. بها خاصية التوين تربو ستار، وتقنية الرابط اير اللي بتوزع الهواء الساخن في جميع أنحاء القلاية، وبتخلي الأكل يتحمر كويس من جميع الجهات، ومش بتحتاجي تقلبي الطعام، وطعم الأكل فيها حلو جدا، وبتطلع الأكل أقرب للمقلي، وبيتحمر بشكل متساوي. الجسم الخارجي للقلاية بيفضل بارد مهما تعلي في درجات الحرارة. مميزات خاصة بموديل 9680 وموديل 9650: الاتنين فيهم 5 برامج طبخ معدة مسبقا، خاصية حفظ الطعام ساخن لمدة 30 دقيقة، التحكم بالوقت والحرارة ديجيتال عن طريق اللمس، والتحكم بالبرامج عن طريق بكر. أما في موديل 9630 التحكم بدرجات الحرارة والوقت مانوال عن طريق بكر. مميزات خاصة بموديل 9680: تقنية المستشعر الذكي اللي بتوزن الأكل وتحدد درجة الحرارة والوقت تلقائي. ميزة حفظ البرامج المفضلة. قلاية ديلونجي موديل 96 وموديل 94، تأتي بسعة 1700 جرام، وتكفي من 6 ل 8 أشخاص، والسخان العلوي 1400 واط، والسخان السفلي 1000 واط لموديل 96. أما موديل 94 800 واط. مميزاتها متعددة الأغراض، ممكن تقلي وتشوي وتخبزي وتحمصي فيها وتطبخي، وكمان تسوي فيها بيتزا وكيك لو انت حابة ده. فيها سخانين، واحد فوق واحد تحت، بها دراع تقليب لتحريك الطعام تلقائي، وغطا شفاف لمراقبة الطعام. التحكم بمستويات الحرارة والوقت ديجيتال عن طريق اللمس، والتحكم بالبرامج مانوال عن طريق بكر. والأهم من ده كله إنها سهلة التنظيف. موديل 94 فيه 7 برامج معدة مسبقا، وموديل 96 فيه برنامج شوي زيادة. موديل 96 بيجي معه شبكة وحلة إضافية. الفئات المتوسطة في السعر والخامة: قلاية هوائية فيليبس موديل 9270، تأتي بسعة 1200 جرام، وحجم 6.2 لتر، وتكفي 4 أو 5 أشخاص، الوات ليها 2000 واط. أما مميزاتها فصل وإزالة الدهون بنسبة تصل إلى 90%، السلة بتاعتها تيفال سهلة التنظيف، التحكم فيها ديجيتال، بها ميزة حفظ الطعام ساخن لمدة 30 دقيقة، بها 7 برامج طبخ معدة مسبقا، تقنية الرابط اير. الجسم الخارجي للقلاية بيفضل بارد مهما تعلي في درجات الحرارة. ميزة التسخين الفوري دون إحماء مسبق. قلاية بلاك أند ديكر موديل AF 700، تأتي بسعة 5.7 لتر و1700 واط. أهم مميزاتها بها 7 برامج طبخ معدة مسبقا، التحكم ديجيتال، بها أيقونة التهوية أو المروحة، الجسم الخارجي بيفضل بارد مهما تعلي بدرجات الحرارة. الشبكة بتاعتها فيها فتحات تهوية من الجنب عشان توزيع الهواء، الشبكة بها لوك للأمان. قلاية كينوود الدبل اكس ال، تأتي بسعة 2.4 كيلو جرام، وحجم 5.5 لتر و1800 واط. أهم مميزاتها التحكم بها ديجيتال، بها 7 برامج طبخ معدة مسبقا، وبها أيقونة التهوية أو المروحة، وبها مؤشر ضوئي للطهي موجود داخل أيقونة المروحة. الشبكة بتاعتها فيها فتحات تهوية من الجنب عشان توزيع الهواء الساخن. قلاية ميانتا ال5 لتر، تأتي بسعة 1400 جرام، وحجم 5.5 لتر و1700 واط. أهم مميزاتها التحكم بها ديجيتال، بها 8 برامج طبخ معدة مسبقا، ومنها برنامج فك التجميد، وبها برنامج التسخين المسبق. البرنامج ده بيستخدم لتسخين القلاية مسبقا لمدة 3 دقايق قبل الطهي لتوفير الوقت وتحسين نسيج الطعام. وبها أيقونة التهوية أو المروحة، عبارة عن مؤشر ضوئي للمروحة بينور لما القلاية تشتغل،
وبها نظام حماية من الحرارة الزائدة بيفصل الفيوز الحراري في حالة السخونة المفرطة. الشبكة بتاعتها فيها فتحات تهوية من الجنب عشان توزيع الهواء. قلاية ميانتا ال5 لتر مانيوال تأتي بسعة 1400 جرام وحجم 5.5 لتر و1700 واط. أهم مميزاتها التحكم بها مانيوال، السلة بها لوك للأمان وسهلة التنظيف جدا، وبها مادة تمنع التصاق الطعام بها. السلة بتاعتها فيها فتحات تهوية من الجنب عشان توزيع الهواء الساخن، وبها ميزة الإيقاف التلقائي للوقت وجرس تنبيه. قلاية تيفال ايزي فراي الدبل اكس ال تأتي بسعة 1600 جرام و5.6 لتر و1700 واط. أهم مميزاتها تقنية توزيع الهواء ثلاثية الأبعاد، حجمها كبير، وبها نظام السلة المطور حيث يمكنك إزالة الشبكة بسهولة، سهلة التنظيف جدا، التحكم بها ديجيتال، بها 8 برامج طبخ معدة مسبقا. قلاية فراي دي لايت 1200 جرام تأتي بسعة 1200 جرام و1900 واط. أهم مميزاتها تقنية توزيع الهواء ثلاثية الأبعاد، بها 7 برامج طبخ معدة مسبقا، بها ميزة إعادة تسخين الطعام وميزة الحفاظ على الطعام ساخن. قلاية فيليبس موديل 9260 تأتي بسعة 1200 جرام وحجم 6.2 لتر، تكفي 4 أو 5 أشخاص. الواط ليها 1900 واط. أهم مميزاتها التحكم في الوقت والحرارة ديجيتال، مزودة بتقنية الرابد اير، حفظ الوقت والحرارة في قائمة المفضلة، تصفية الدهون بنسبة تصل إلى 90%، خاصية التسخين الفوري دون إحماء مسبق. قلاية مودكس 7.5 لتر تأتي بسعة 2.5 كيلو جرام وحجم 7.5 لتر و1800 واط. أهم مميزاتها إن الشبكة واسعة جدا وسهلة التنظيف، بها فلتر لتنقية الهواء من رائحة القلي، التحكم بها ديجيتال، بها 8 برامج طبخ معدة مسبقا. قلاية نينجا ماكس اكس ال تأتي بسعة 1200 جرام وحجم 5.5 لتر، الواط ليها 1750 واط. أهم مميزاتها تصفية الدهون بنسبة تصل إلى 75%، سريعة جدا وسهلة التنظيف جدا. الشبكة سيراميك بها مادة تمنع التصاق الطعام بها تقنية قرمشة الأطعمة أو أعلى قرمشة بدرجة حرارة 220 من الهواء الساخن، بها 6 برامج معدة مسبقا، بها ميزة إعادة التسخين وتجفيف الخضار والفاكهة. قلاية بلاك اند ديكر AF 600 الديجيتال و AF 550 المانوال تأتي بسعة 1200 جرام وحجم 5 لتر و1500 واط. أهم مميزاتها الشبكة بتاعتها ستانلس بتتفصل عن بعض مما يجعلها سهلة التنظيف، تستخدم تقنية الرابد اير الحاصلة على براءة اختراع لتسخين أسرع بنسبة 30%، بها خاصية الإغلاق التلقائي الآمن، وبها لوك للأمان موجود في الشبكة. في حالة السخونة المفرطة تقوم بفصل الفيوز الحراري تلقائي. سلة الطعام مزودة بعدد 8 ريش للرياح بزوايا 45 درجة لتحسين كفاءة التسخين. موديل AF 550 التحكم فيه مانيوال، أما موديل AF 600 التحكم فيه ديجيتال. المميزات الخاصة بموديل AF 600 بها 12 برنامج طبخ معد مسبقا، بها ميزة التسخين المسبق وميزة إعادة تسخين الطعام والتسوية بالبخار، بها ميزة حفظ البرامج المفضلة. قلاية نيتري كوك 5.5 لتر تأتي بحجم 5.5 لتر و1700 واط. من أهم مميزاتها نسبة تصفية الدهون تصل إلى 85%، بها تقنية سمارت تمب التي تقوم بتعديل درجة الحرارة تلقائي أثناء الطهي، بها منبه لهز سلة الطعام، يعني بتفكرك تهز السلة أثناء الطهي. التحكم بها ديجيتال، بها 10 برامج طبخ معدة مسبقا، وبها ميزة التسخين المسبق. قلاية ديلونجي موديل 75 تأتي بسعة 1500 جرام، السخان العلوي 1400 واط والسخان السفلي 200 واط. أهم مميزاتها متعددة الأغراض، فيها سخانين واحد فوق واحد تحت، بها دراع تقليب لتحريك الطعام تلقائي، بها غطا شفاف لمراقبة الطعام من الخارج، التحكم بالوقت ديجيتال، بيجي معاها شبكة مجانية زيادة. الأهم من ده كله إنها سهلة التنظيف. قلاية تيفال أكتيفراي جينيوس تأتي بسعة 1200 جرام، تكفي 4 أشخاص، الواط ليها 1350 واط. أهم مميزاتها التحكم بالوقت والحرارة ديجيتال، بها دراع تقليب لتقليب الأكل تلقائي، وغطا شفاف لمتابعة الطعام من الخارج، بها 9 برامج معدة مسبقا، سهلة التنظيف جدا. نيجي بقى للأحجام الكبيرة في الفئات المتوسطة. قلاية بلاك اند ديكر AF 100 تأتي بحجم 12 لتر و1500 واط. أهم مميزاتها شبه الفرن وينفع يتعمل فيها أكتر من صنف في نفس الوقت، وكبيرة الحجم جدا، وتأتي بملحقات إضافية مثل الأسطوانة الدوارة وسلة كبيرة للطعام بسعة 4.2 لتر، وشبكة منفصلة وصينية تجميع الدهون وشواية دجاج ومقبض لإزالة الأسياخ. التحكم بها ديجيتال،
بها 10 برامج معدة مسبقا، وبها برنامج إعادة التسخين وتجفيف الخضار والفاكهة، بها نافذة شفافة لمراقبة الطعام من الخارج وإضاءة داخلية. قلاية كينوود الفرن تأتي بسعة 11 لتر و2000 واط. أهم مميزاتها إنها شبه الفرن وينفع يتعمل فيها أكتر من صنف في نفس الوقت، كبيرة الحجم، وتأتي بملحقات إضافية مثل 3 شبكات منفصلة، شواية الدجاج، السلة الدوارة، صينية تجميع الدهون، مقبض لإزالة الأسياخ. التحكم بها مانيوال، بها نافذة شفافة لمراقبة الطعام من الخارج وبها إضاءة داخلية. قلاية نيوتري كوك الفرن تأتي بسعة 12 لتر و1800 واط. أهم مميزاتها شبه الفرن وينفع يتعمل فيها أكتر من صنف في نفس الوقت، كبيرة الحجم، تأتي بملحقات إضافية مثل 3 شبكات منفصلة، وشواية الدجاج، والسلة الدوارة، وصينية تجميع الدهون، ومقبض لإزالة الأسياخ، غطاء حماية، 10 أسياخ ورفين ليهم، شوكتين شواء. التحكم بها ديجيتال، بها 8 برامج معدة مسبقا، وبها ميزة تجفيف الخضار والفاكهة وإعادة التسخين، بها نافذة شفافة لمراقبة الطعام من الخارج وإضاءة داخلية. نيجي بقى للأحجام الصغيرة في الفئات المتوسطة، مش هنتعمق فيهم قوي لأن فيهم نفس المميزات الخاصة بالموديلات الكبيرة منها. قلاية كينوود اكس ال بسعة 3.8 لتر و1500 واط. قلاية فيليبس موديل 9220 وموديل 9200 المانيوال وموديل 9252 الديجيتال بسعة 4.1 لتر و1450 واط. قلاية ميانتا المانيوال بسعة 4.2 لتر و1500 واط. قلاية تيفال ايزي فراي الديجيتال والمانيوال منها بسعة 4.2 لتر و1500 واط. قلاية بلاك اند ديكر اي اف 400 الديجيتال واي اف 300 المانيوال بسعة 4.2 لتر و1500 واط. قلاية ميانتا المانيوال بسعة 3.5 لتر و1450 واط. قلاية ميانتا الديجيتال بسعة 3.5 لتر و1500 واط. في قلايات في الفئات المتوسطة بس مش منتشرة قوي في مصر، بتيجي من الخارج زي السيف 9 لتر 1800 واط ديجيتال ومانيوال. قلاية إديسون الجامبو ديجيتال بسعة 8 لتر و1800 واط. قلاية إديسون بسخانين الديجيتال بسعة 14.5 لتر و1700 واط. قلاية دورة الديجيتال بسعة 5.5 لتر و1700 واط. قلاية بلزانو الديجيتال بسعة 5.5 لتر و1700 واط. نيجي للفئات أقل حاجة في الخامة والسعر. قلاية فريش الديجيتال بسعة 5.5 لتر و1800 واط. قلاية دي اس بي الديجيتال والمانيوال منها بسعة 6 لتر و1700 واط. قلاية دي اس بي المانيوال بسعة 5 لتر و1800 واط. قلاية دي اس بي الفرن الديجيتال والمانيوال منها بسعة 12 لتر و1700 واط. قلاية سوبر سوناي المانيوال بسعة 5.5 لتر و1800 واط. قلاية سكاني المانيوال بسعة 8.5 لتر و1700 واط. بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوش تدعموني بلايك وكومنت على الفيديو، وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم كل جديد. ولو عندكم أي سؤال سيبوهولي في التعليقات وهرد عليكم فورا. وشكرا لكم جدا.